نأتي إلى النوع الثاني وهو الوقف الكافي. الوقف الكافي أيها الإخوة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث المعنى، وليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، فقط من حيث المعنى. مثلا لو تابعنا في الآيات التي مرت معنا: إن الذين كفروا، الآن الكلام على الكفار، نسأل الله العافية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال الله: ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كلمة لا يؤمنون ما علاقتها بختم الله على قلوبهم من حيث الإعراب؟ ما في علاقة. ختم الله على قلوبهم جملة جديدة، فعل وفاعل ومتعلقات الجملة. فكلمة لا يؤمنون ليس بينها وبين ما بعدها تعلق من حيث الإعراب، لكن بينها تعلق من حيث المعنى، لأن الكلام ما زال موصولا عن الجماعة نفسها وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. على قلوب مين؟ على قلوب الذين كفروا، نسأل الله العافية. إذن بين كلمة لا يؤمنون وما بعدها تعلق من حيث المعنى، لكن ما في تعلق من حيث الإعراب. هذا الوقف دون الوقف الأول من حيث التصنيف سماه إمامنا الجزري الوقف الكافي. الوقف الكافي، وحكمه بارك الله فيكم كحكم الوقف التام الذي مر معنا، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذن الحكم للوقف الكافي كالحكم للوقف التام، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. هذا هو الوقف الكافي، نراه على اللوحة التالية. قال رحمه الله: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى، يعني أو كان التعلق من حيث المعنى، فابتدي يعني فقف وابتدي. ثم قال: فالتام أسمي الأول، يعني فالكافي سمي الثاني. الكافي سمي الثاني. مين الثاني؟ أو كان معنى، يعني أو كان التعلق من حيث المعنى، هذا معنى أو كان معنى. نرى على اللوحة الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يعني إعرابي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، نحو: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. فكلمة لا يؤمنون شرحتها منذ قليل وبينت بأنه لا علاقة بينها وبين ما بعدها من حيث الإعراب، وإنما العلاقة من حيث المعنى.